السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معاكم المشكلة اللي جاية لنا. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا شاب عندي 18 سنة. أنا يمكن مشكلتي أصعب من أي مشكلة بيواجهها أي شاب في سني، لأن مشكلتي مع أبويا نفسه. أبويا اللي المفروض يكون الأمان بسبب خوفي وكرهي للحياة، هو مدمن مخدرات من سنين طويلة، وإحنا كعيلة حياتنا بقت جحيم بسببه. كل يوم بيبدأ بخوف ويخلص بخوف أكبر. أبسط حاجة صوت خطواته وهو طالع السلم، لما بسمعها قلبي يدق بسرعة أنا وإخواتي. نجري على أوضنا ونقفل الباب علينا كأننا بنستخبى من وحش. مجرد ما يدخل البيت يبدأ الصراخ والشتايم، لو لقي الأكل متأخر شوية، لو لقي حاجة مش على مزاجه، لو ماما ردت بكلمة زيادة الدنيا بتولع. أنا عمري ما هنسى منظر ماما وهي بتتاخد بالشلاليت قدامنا. كنا واقفين احنا التلاتة أنا وإخواتي نبص لبعض مش عارفين نعمل ايه. مرة حاولت أوقفه، مسكت ايده وقلت له بلاش يا بابا، بصلي بعيون حمرا وزقني جامد وقال لي انت كمان هتتحداني. وقتها حسيت ان انا مش ابنه، انا مجرد عدو قدامه. الحياة معاه بقت كلها رعب، مفيش يوم يعدي من غير صوت خناقة او كوباية مكسورة او سب يخلي الجيران يبصوا علينا باحتقار. بقينا البيت اللي كله مشاكل، وانا مش قادر ارفع عيني في حد من قرايبنا او صحابنا. اللي بيكسرني اكتر اني فاكر ابويا زمان، فاكر يوم ما كان بياخدني معاه على كتفه ونروح نشتري ايس كريم. فاكرة ضحكته وهو بيلعب معانا في الشارع، كنت بحس ان عندي اب غير اي حد. بس النسخة دي من ابويا راحت، اتحولت لوحش مش عارف يسيطر على نفسه. كل شوية يوعدنا انه هيبطل، يقول اخر مرة، اتمسك بالامل واصدق. اصحى يوم الاقيه راجع تاني في نص الليل، بيسكر وبيشتم وبيكسر، وافهم انه رجع اسوأ من الاول. بقالي سنين مش قادر اصدق وعد من وعوده. انا دلوقتي عايش بين نارين، نار اني اكره ابويا وادعي ربنا يبعده عن حياتنا، ونار اني لسه من جوايا نفسي اشوفه يرجع الاب الطيب اللي كان زمان. بقيت اكره البيت، احيانا اسيب الشقة واقعد في الشارع بالساعات في البرد او الحر بس عشان ما اسمعش صوته. وبقيت خايف من نفسي، خايف اطلع زيه، خايف الادمان يدخل حياتي يوم من الايام. عبد الرحمن، انا بكتب لك وانا مكسور، مش عارف اتعامل مع اب بالشكل ده، ولا عارف اعيش حياة طبيعية وسط كل الخراب ده. سؤالي ازاي اقدر اواجه اللي بيحصل من غير ما اتحطم من جوايا، وازاي اطلع من التجربة دي انسان سوي مش نسخة تانية من ابويا. طبعا للأسف الشديد مشكلة الإدمان من المشكلة اللي بيعاني منها ناس كتير وأسر كتير، لأن للأسف الشديد هي مش بتدمر الشخص لوحده، هي بتدمر الأسرة بالكامل. بص، أنا عايز أقولك إن أنا اللي بيزعلني إن كمان إن أبوك يعني كان كويس زمان، ودلوقتي بعد الإدمان بقي مش كويس وتحول وتغير. أنا عايزك يعني ادعي ربنا، وعايزك تحاول مثلا تتكلم مع اهلك انه مثلا يتعالج من الادمان. تجيبوا له دكتور يتعالج في مصحة. بس اهم حاجة الارادة والعزيمة، اهم حاجة الارادة والعزيمة. لو الشخص عايز يتعالج وعنده ارادة وعزيمة واصرار هيتعالج. فانا بقول لك ان ممكن تحاول مثلا تقعد مع اخواتك ووالدتك وتقول لهم ان احنا نعالجه ونقف معاه، لعل وعسى ربنا يشفيه ويتعالج ويبقى احسن من الاول. انا عايزك تعمل الموضوع ده، وان شاء الله باذن الله تعالى طول ما انتوا جنبه هتحاولوا معاه، ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يعني يوفقكم في الخطوة دي ويتعالج من الادمان. اي حد عنده عزيمة واصرار وارادة وعايز يبطل حاجة هيقدر ايه يبطلها، هيقدر ايه يبطلها طالما عنده عزيمة واصرار. بس اهم حاجة الارادة، اهم حاجة الارادة. فانا هقول لك انت حاول اقعد مع اهلك ومع والدتك وقول لها ان احنا نعالجه مثلا او نوديه مصحة، تمام؟ وان شاء الله باذن الله تعالى يعني يتعالج.
سؤالي ازاي اقدر اواجه اللي بيحصل من غير ما اتحطم من جوايا؟ قرب من ربنا، صلي واقرأ قرآن واذكر الله وادعي ربنا. ادعي ربنا، ادعي ربنا، قول يا رب، يا رب ساعدنا، يا رب قوينا. وادعي، قول يا رب، يا رب انصرنا، يا رب يا رب قوينا، يا رب، يا رب والدي يتعالج ويبقى احسن من الاول. ادعي، لعل وعسى ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يستجاب دعوة، او في لحظة تكون ابواب السماء مفتوحة ربنا يستجيب. وازاي اطلع من التجربة دي انسان سوي مش نسخة تانية من ابويا؟ لازم تبقى ثابت، ولازم تبقى شخص قوي، واقوى بقربك من ربنا. قرب من ربنا، اذكر الله وصلي واقرأ قرآن، وابعد عن اي حاجة سيئة في الحياة، وابعد عن صحاب السوء، وان شاء الله بإذن الله تعالى هتبقى شخص كويس، وعمرك في يوم من الايام ما تبقى نسخة من ابوك. بس اهم حاجة ان انت حاول تعمل الحاجات اللي انا قلتها لك. اقعد مع اخواتك ووالدتك وقول لهم ان احنا ممكن نوديه مصحة نعالجه، او مثلا وريهم الفيديو بتاعي وريهم الفيديو ده بتاعي، وحاولوا معاه انكم تعالجوه، يعني تودوه مصحة، اقنعوه، عالجوه بالقوة بالعافية بأي طريقة. ولازم برضي أهله، لو عنده إخوات، هو أبوك عنده إخوات وعنده أم وأب، كلموهم بحيث يعني يساعدوكوا ويقفوا معاكوا، تمام؟ عشان الموضوع عايز كذا حد. وأتمنى إن شاء الله أكون أفدتك، ونشوفكم في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.